السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا سنة أولى إعدادي في تالت دروسنا في الوحدة التالتة، واللي بيتكلم عن السياحة ومواقع التراث العالمي في إفريقيا. طبعا احنا اتكلمنا في الدرسين اللي فاتوا عن الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، واتكلمنا عن الصناعة وعن التعليم. النهاردة بقى هنبدأ نتكلم عن السياحة. في البداية خالص عايزين نعرف ايه هي مقومات السياحة في افريقيا. قالك في مقومات اسمها المقومات الطبيعية، ومادام قالك مقومات طبيعية يعني لا دخل للإنسان فيها. طيب أول حاجة عندنا في المقومات الطبيعية يا أولاد الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي يعني إيه يا مستر؟ قالك يعني قارة أفريقيا بتقع فين في وسط قارات العالم؟ قالك إن قارة أفريقيا تقع وسط قارات العالم، وهي طبعا بتقترب من مناطق شمال افريقيا. المناطق اللي موجودة في شمال افريقيا بتقترب من قارة اوروبا. طيب يعني ده موقع حلو ولا موقع مش حلو؟ لا، قال لك موقع متميز، لان انت تعتبر في وسط قارات العالم، سواء قارة اوروبا او قارة اسيا وطبعا قارة افريقيا. وطبعا ده معناه ايه؟ ده معناه ان هي تعد من اكثر القارات المصدرة للسائحين في العالم. يعني قارة افريقيا من اكتر القارات اللي بتصدر السائحين في العالم، يعني بيجي لها سياح من مختلف انحاء العالم. تاني حاجة من المقومات الطبيعية المناخ. وطبعا المناخ في قارة افريقيا متنوع. متنوع يعني ايه متنوع؟ يعني مرة تلاقيه حار، مرة تلاقيه معتدل. وده طبعا بسبب ايه؟ بسبب اتساع مساحة القارة. احنا خدنا في الترم الأول إن مساحة أفريقيا 30 مليون، طبيعي مساحتها كبيرة وطبيعي مناخها متنوع. طيب ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى وفرة مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية على مدار العام. يعني السياح على طول على قارة أفريقيا بيتواصلوا دائما. طيب قالك كمان إن المنطقة اللي موجودة في شمال وجنوب افريقيا تعد من المناطق الملائمة للسياحة. طب ليه ملائمة يعني؟ قالك علشان مناخها معتدل ومشمس طول العام، وده بيجذب السياح وخاصة القادمين من أوروبا. ومن أهم أو من أكثر الفصول اللي بيؤبى في جذب للسياح بالنسبة لسياح العالم في قارة إفريقيا هو فصل الشتاء. يعني أكثر الفصول اللي بيبقى فيه جذب للسياح فصل الشتاء. طبعا بيبقى الجو هنا معتدل جدا، عكس الشتاء اللي موجود في أوروبا اللي بيبقى شديد البرودة. تالت حاجة عندنا من المقومات الطبيعية تنوع الحياة البرية. يعني ايه الحياة البرية؟ الحياة الطبيعية، النباتات الطبيعية، الحيوانات، الطيور، دي كلها اسمها حياة برية. يعني احنا عندنا في افريقيا في حديقة حيوان طبيعية موجودة فين؟ موجودة في المناطق الاستوائية. عشان كده يا ولاد ان الحياة الطبيعية او الحياة البرية في افريقيا خلت في تنوع في الطبيعة، في تنوع في النباتات، في الحيوانات. عشان كده السياح بيجي ويشوفوها. طيب قالك ان قامت العديد من الدول الافريقية بتحويل مساحات كبيرة من أرضها إلى منتزهات ومحميات طبيعية. طب ده ليه؟ قالك عشان نحافظ على التنوع البيئي واستدامته. طيب مين أكتر الدول الإفريقية اللي قامت بالدور ده؟ قالك دولة كينيا. طيب برضو عندنا من المقومات الطبيعية مظاهر السطح. مظاهر السطح يعني ايه مظاهر السطح؟ يعني المرتفعات او المنخفضات. فهنلاقي ان قارة افريقيا سطحها متنوع. زي ايه؟ قالك مثلا بالنسبة للمرتفعات عندنا في الهضاب، في الجبال، في السهول. السهول طبعا سواء السهول الساحلية او السهول الفيضية او السهول الصحراوية. طيب ايه كمان؟ قالك في حاجة اسمها البحيرات. عندنا بحيرات كتير، يعني مثلا عندنا في مصر بحيرة ناصر اكبر بحيرة صناعية في العالم، في بحيرة فيكتوريا وغيرها، في الانهار زي نهر النيل، نهر النيجر، نهر الكونغو، في الشلالات. في عندنا طبعا من اهم الشلالات والمناظر الخلابة واللي من اكتر الشلالات اللي بتجذب على مستوى القارة بل وعلى مستوى العالم شلالات
فيكتوريا. طيب في ايه كمان؟ عندنا برضو السواحل الخلابة زي السواحل الشرقية للقارة. طبعا عندنا البحر الأحمر والمية الصافية والشعاب المرجانية والأسماك الملونة. في برضو عندنا الصحاري بتحتوي منخفضات وواحات وكثبان رملية، وفي جزر طبعا. وعندنا من أشهر الجزر العالمية اللي موجودة في القارة زي جزيرة زنجبار اللي موجودة أو اللي تابعة لدولة تنزانيا، وفي جزيرة الجفتون ودي اللي موجودة عندنا في مصر في مدينة الغردقة. وادي عندنا جزيرة الجفتون اللي موجودة في الغردقة، وادي عندنا برضو جزيرة زنجبار اللي موجودة في دولة تنزانيا. طيب تعال بقى نتكلم عن المقومات البشرية. المقومات البشرية يعني الإنسان ليه دخل فيها زي المواقع الأثرية والتاريخية. واحنا عارفين ان قارة أفريقيا بتمتلك آثار وحضارات عديدة زي الحضارة المصرية القديمة والحضارة السودان وغيرها وغيرها من الحضارات. وبالتالي فالحضارات دي عامل جذب للسياح. طبعا السياح بيجي يتفرجوا ايه ده، إيه الحضارات القديمة وايه الآثار، فعايزين يشوفوا يستفيدوا معلومات. يعني مثلا عندنا في مصر زي عندنا في الجيزة أهرامات الجيزة وهي من أشهر الآثار. وعندنا مثلا في السودان حضارة كوش وطبعا أهرامات مروي، وأدي الشكل بتاعها. طبعا بص يعني ليها شبه طبعا بالحضارة المصرية القديمة. في برضو عندنا التنوع الاجتماعي والثقافي، إن القارة بتتميز بتراث ثقافي متنوع زي العادات والتقاليد زي القبائل، وكلامنا خدناه في الدروس اللي فاتت. عندنا طبعا الصناعات اليدوية، ده التراث. الطقوس الدينية، انه طبعا كل قبيلة، اتخيل بقى ان كل دولة فيها مثلا زي نيجيريا او الصومال او غيرها من الدول الافريقية بيبقى فيها هناك قبائل وعادات وتقاليد. غير الأطعمة المختلفة في على مستوى القارة والفنون والمهرجانات الثقافية. فطبعا التنوع الاجتماعي والثقافي يا ولاد ده ساعد على جذب السياح واستمتاع السياح بتلك الثقافات المحلية والتعامل معها. في برضو من مقومات البشرية تسهيلات الإقامة وكرم الضيف، ده أهم حاجة. اللي جاي لك لازم يبقى فيه حسن الكرم وحسن الخلق في التعامل مع السياح علشان السياح يحسوا بالراحة والأمان. في عام 2021 إن مصر أو حصل المصريون على المركز الثامن عالميا في مؤشر مساعدة الغرباء اللي هم الأجانب، مما يعكس هذا الكرم. وغير كده كمان وتتوفر لدى بعض الدول الإفريقية مثل مصر وجنوب إفريقيا والمغرب بنية تحتية جيدة للسياحة. يعني إيه بنية تحتية؟ يعني عندنا في تسهيلات في الإقامة. زي إيه الإقامة؟ مثلا عندنا المنشآت السياحية زي الفنادق زي القرى السياحية والمنتجعات. وطبعا كل دي مهمة جدا بالنسبة لاستقبال السياح. تعال بقى نتكلم على سؤال مهم جدا، يقول لك اذكر السبب. يقول لك بما تفسر ايه هي اهمية السياحة في افريقيا. اولا مصدر للدخل القومي، ما هو اللي بيجي لك من بره بيجي لك بالعملة بتاعته. تجذب الاستثمارات الأجنبية، أيضا بتساعد على تبادل الثقافات بين الشعوب العالم، الناس تعرف ثقافتنا وإحنا نعرف ثقافتهم. أيضا بتوفر فرص عمل للشباب. إذا فأهمية السياحة في أفريقيا هي مهمة جدا، سواء لمصدر الدخل القومي أو جذب الاستثمارات أو تبادل الثقافات أو توفير فرص عمل للشباب. طبعا دي بعض المواقع التراث العالمي في افريقيا ودورها في الجذب السياحي. زي عندنا مثلا بعض المدن زي مدينة جميلة في الجزائر، مدينة غابة داجا بالكاميرون، ومنتزه كليمنجارو الوطني في تنزانيا، ومدينة لامو القديمة في كينيا، ومدينة لاليبيلا في اثيوبيا. كل دي كلها مواقع أثرية تراثية عالمية في قارة افريقيا. فيما هناخد بعض المدن اللي احنا اتكلمنا عنها باخد بعض التفصيل عنها. يعني مثلا عندنا زي مدينة لاليبيلا الصخرية في اثيوبيا. المدينة دي هي مجموعة من الكنائس، يعني فيها مجموعة من الكنائس المحفورة في الصخور
والتي تعود إلى العصور الوسطى، وهي مركز ديني مسيحي بارز. عشان ممكن يجينا في الامتحان يقول لك ايه هي المدينة الأثرية التي تعتبر مركز ديني مسيحي بارز. عندنا هي مدينة لاليبيلا اللي موجودة في أثيوبيا. في برضو عندنا مدينة لامو القديمة في كينيا، وهي أقدم مستوطنة بشرية في شرق إفريقيا، وقد بنيت من صخور مرجانية وخشب المنجروف. خلي بالك ممكن يجينا سؤال يقول لك أكمل إيه هي المدينة التي بنيت من صخور مرجانية وخشب المنجروف، اللي هي مدينة لامو، وهي طبعا مركز لدراسة الثقافات الإسلامية والسواحلية. برضو عندنا منتزه كليمنجارو الوطني في تنزانيا، وهو طبعا عبارة عن جبل كليمنجارو البركاني، وبتتراكم عليه التلوج على قمته، بجانب بقى الغابات والحشائش التي تحيط به، بجانب الحيوانات الثدييات اللي مهدد منها بالانقراض. فطبعا ده حاجة جمالية حلوة جدا. في برضو عندنا مدينة جميلة في الجزائر، هي مدينة أثرية وتاريخية ورومانية كمان، لأن فيها بعض الآثار الرومانية. تعد يتكيف مع المواقع الجبلية، حيث تقع هياكلها ومبانيها على ارتفاع 900 متر عن سطح البحر. طبعا النموذج اللي هو الجمالي ده اللي موجود في مدينة جميلة ده مهم جدا ان احنا لازم نهتم بيه، هو وغيره من الاماكن اللي عشان تجذب السياح، ان دي طبعا حاجة جمالية ما ينفعش اللي احنا نستغنى عنها. في برضو عندنا محمية غابة ديجا الكاميرون. غابة ديجا بالكاميرون هي من أكبر الغابات المطيرة. يعني إيه مطيرة؟ يعني فيها أمطار مستمرة، بجانب طبعا شهرتها بالتنوع البيولوجي، حيث يوجد عدد من الثدييات وبعضها مهدد. يعني فيها تنوع في النباتات، تنوع البيولوجي يعني تنوع في النباتات وتنوع في الحيوانات، وبالتالي فهي محمية مهمة جدا. وطبعا منظمة اليونسكو تسعى إلى تحديد وحماية التراث في جميع أنحاء العالم، مش في قارة إفريقيا بس. وطبعا ده دورها وده الأساس اللي هي قامت عليه، اعتمادا طبعا على اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي. هنا برضو بعض المعلومات نخلي بالنا منها، حيث تقدم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية مقترحات بالمواقع الموجودة بها. يعني الدول اللي عندها مشاكل في بعض المواقع التراثية بتقدم المقترح ده لمنظمة اليونسكو، وتصلح لأن تكون مواقع تراث عالمية ولا لأ. فاللجنة بتاعت التراث العالمي الخاصة باليونسكو بتبدأ تدرسها وتاخد القرار على ننفع ندرجها على قائمة التراث ولا لأ، وبناء عليه تقوم منظمة اليونسكو بتقديم مساعدات مالية عشان تحافظ على تلك المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي. في معلومة إسرائيلية نخلي بالنا منها، بيقول يوجد في العالم حاليا 1379 موقع للتراث العالمي، وتحتل قارة إفريقيا المرتبة الثالثة بعد قارتي أوروبا وآسيا من حيث عدد المواقع التراثية. بالنسبة للرقم عشان نقدر نحفظه ممكن نقول 1379 أو 1379 من المواقع التراثية اللي موجودة على مستوى العالم. طيب في بعض المعوقات السياحة في افريقيا. طبيعي كل حاجة وليها مشاكل، قال لك رغم ان في مقاومات لكن ان في معوقات، زي انخفاض حركة السياحة. طبعا ان افريقيا تأتي في المرتبة الرابعة بين قارات العالم من حيث عدد. طب ايه السبب؟ قال لك اسباب منها الظروف المناخية السيئة، طبعا زي كثرة الأمراض والأوبئة اللي موجودة في بعض المناطق في القارة، ضعف شبكة النقل والمواصلات، وللأسف البنية التحتية، إن في بعض الدول الإفريقية التي تعرضت طبعا نزاعات عسكرية وسياسية زي السودان والصومال وغيرها. وفي برضو كثير من السكان المحليين في إفريقيا بيتحدثون لهجات محلية ولا يجدون اللغة الإنجليزية. طبعا دي بتعمل مشكلة للسياح. وطبعا لازم يبقى القارة ليها جهود
طبعا تعال نشوف جهود القارة ازاي نواجه، سواء على مستوى القارة او على مستوى مصر بقطاع السياحة. على مستوى القارة طبعا في اجندة اتعملت اللي هي 2063، اللي هي خاصة بتنمية السياحة المستدامة، وازاي نقدر نظبط موضوع السياحة الاقتصادي الافريقي، والعمل المشترك بين الاتحاد الافريقي وبين منظمة السياحة العالمية لتنمية السياحة المستدامة في قارة افريقيا، عشان نقدر نوفر فرص عمل للشباب. وطبعا ده من خلال لازم نتدرب ولازم نتعلم. في برضو عندنا اطلاق مبادرة نيباد التي تتبناها رؤساء 5 دول منها مصر وجنوب افريقيا، ودي هدفها تطوير البنية التحتية وحماية الموارد الطبيعية والبشرية. وطبعا نحاول ان احنا نعمل خطط لمعظم دول افريقيا. في برضو عندنا تعاون الاتحاد الافريقي مع منظمة اليونسكو، ده كان في 2019 او 2019 باطلاق برنامج التراث الثقافي الافريقي، وده كان من خلال الاحتفال باليوم العالمي للثقافة الافريقية في 24 يناير من كل عام. في برضو عندنا اطلاق الاتحاد الافريقي حملة اكتشف افريقيا، وده كان من قيمة سنة لتنشيط التسويق السياحي في افريقيا. طيب على المستوى المصري، طبعا مصر وضعت استراتيجية تستهدف زيادة عدد السائحين في مصر الى 30 مليون، وده لحد عام 2028. يعني الاستراتيجية بيتم تنفيذها لحد 2028. وتحول ثلث الفنادق الموجودة إلى مصر إلى فنادق خضراء. يعني وطبعا دي شهادة بيئية بتمنح للفنادق التي بتطبق ممارسات اللي بتقلل فيها الآثار السلبية على البيئة والمجتمع. يعني بنحاول نستخدم المصادر الطاقة المتجددة، نحاول نقلل المخلفات، نحاول نستخدم البدايل اللي نقدر نقلل بيها التلوث اللي بيحيط بنا. وطبعا انتهى الدرس إلى هنا، وإن شاء الله نلتقي في درس جديد معكم مستر أسامة.